الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. من العبادات المنسية الابتسامة. الابتسامة أيوة، في ناس تشوف شكلها كده ربنا يكفينا الشر، لو دخل البيت الشياطين بتمشي مش البني آدمين، وشه كده عليه غضب. يا أخي النبي ما كانش كده وما أمرش بكده. ده النبي عليه الصلاة والسلام قال تبسمك في وجه أخيك صدقة، ما قالش حسنة. الصدقة حسنات كتير. في رجالة شايلة الهم، طب ما تمشيه جنبك بدل ما أنت شايله، مشيه واعمل بكلام النبي عليه الصلاة والسلام. شوف سيدنا جرير بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه وارضاه، قال ما حجبني رسول الله منذ أسلمت. يعني لما يجي النبي يدخله ما وقفوش، سيدنا جرير بن عبد الله البجلي، وما رآني إلا تبسم، مجرد ما يشوفه يبتسم له. ولذلك سيدنا جرير سيد قوم لما جه للنبي وما كانش له مكان، فالنبي حدف له العباية بتاعته. عمل ايه سيدنا جرير؟ قبل عباءة نبي الله صلى الله عليه وسلم وردها إليه وقال له أكرمك الله يا رسول الله كما أكرمتني. يبقى البسمة دي مش هتكلفك حاجة. تعرف إن علميا طبيا يعني قال إن البسمة بتعالج 23 مرض في جسم الإنسان، منها القلب والمعدة وأشياء تانية من البسمة، بالرغم إنها مش هتخسرك حاجة البسمة دي. شوف سيدنا سليمان عليه السلام لما النملة قالت ايه؟ يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. القرآن قال ايه؟ فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي. سيدنا سليمان ابتسم لكلام الايه؟ النملة. الابتسامة أحيانا بتعالج مشاكل كتير. تعالى كده معايا للنبي عليه الصلاة والسلام، النسوة معاه يكلموا النبي وأصواتهن عالية، صوتهم عالي. مين اللي جاي للنبي عليه الصلاة والسلام؟ سيدنا عمر بيستأذن، فلما سمعنا صوت عمر ابتدرنا الحجاب، كله استخبى جري. النبي عليه الصلاة والسلام بيضحك لما شاف النساء دخلوا الحجاب بسرعة لما سمعوا صوت عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه. فقال عمر يا عدوات أنفسهن أتهبنني ولا تهبن رسول الله؟ يعني انتوا خايفين مني ومش خايفين من النبي عليه الصلاة والسلام؟ يرد يقولوا له ايه بقى؟ أنت أفظ وأغلظ. فضحك النبي عليه الصلاة والسلام. بل تعالى كده معايا لسيدنا أبو رافع وزوجته السيدة سلمى، كما قالت أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها وارضاها، استأذنت على النبي عليه الصلاة والسلام، قالت له يا رسول الله إن أبا رافع يضربني، بيضربني يا رسول الله. فأرسل النبي إلى أبي رافع وقال له لما تضربها يا أبا رافع؟ شوف النبي بقى وأخلاق النبي وضحك النبي وابتسامته. فقال له يا رسول الله تؤذيني. فقال لها يا سلمى لما تؤذيه يا سلمى؟ انت بتؤذيه ليه؟ قالت له يا رسول الله كان يصلي فأحدث، يعني خرج صوت ريح يعني. فقلت له يا أبا رافع إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر إذا أحدث الرجل أن يخرج فيتوضأ، فقام فضربني. فضحك النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا أبا رافع إنها لم تأمرك إلا بخير. ولذلك شوف النبي يقول لك ايه بقى آخر كلمة؟ أحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم. أحيانا الابتسامة أحسن من المال، أحيانا الابتسامة تبقى أفضل من أي حاجة. ولذلك حتى في المثل الفلاح يقول لك ايه؟ لاقيني ولا تغديني. وللحديث بقية. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.